عمرك سألت نفسك هو ربنا سبحانه وتعالى قريب مننا قد ايه؟ بص، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن الكريم، وركز معايا كويس قوي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إلى آخر الآية. أنت عارف الآية دي كويس قوي، عارفها وحافظها وأنا متأكد. طيب بص الحديث ده، الصحابة كانوا بيعلوا صوتهم في مرة وهم بيقولوا الله أكبر الله أكبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم رد غريب قوي، قال لهم: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. عارف يعني إيه؟ عارف أنت لما تركب حصان، شايف رقبة الحصان فين بالنسبة لك؟ يعني أنت لو مديت إيدك كده هتوصل لرقبة الحصان. الله سبحانه وتعالى أقرب إليك من المسافة دي. المعنى ده يخوفك ويطمنك. يطمنك لو أنت بتدعي وبتطلب من ربنا سبحانه وتعالى حاجة، ولو انت خايف من حاجة تطمن وترتاح وتبقى عارف ان ربنا سبحانه وتعالى قريب مني للدرجة دي، فانا خلاص انا مرتاح، انا مفيش حاجة تقدر تيجي عليا، مفيش حاجة تقدر تأذيني اصلا. المعنى ده يخوفك لو انت بتعمل معصية، لو انت فاكر ان مفيش حد شايفك، لو انت فاكر ان انت لما تقفل باب اوضتك، او لما انت تبقى في العربيه ومفيم العربيه، او انت مثلا في حته كده مقفول عليك، او في روم مثلا بلاي ستيشن، او في حاجه مقفوله عليك، فانت فاكر ان ربنا سبحانه وتعالى مش مطلع عليك. لا لا لا، ده انت متشاف وبوضوح ومسموع وبوضوح، وربنا سبحانه وتعالى اقرب اليك من حبل الوريد. ربنا سبحانه وتعالى قريب ليك لدرجة انت مش متخيلها، والله العظيم. فبالله عليك بالله عليك ركز بس في المعنى ده، ركز في المعنى ده. وانت بقى النهارده ان شاء الله وانت بتصلي كده، لو بتصلي قيام او حاجه، انا عايزك وانت بتدعي تستشعر المعنى ده، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني قريب مني للدرجه دي. انت مش محتاج ترفع صوتك، مش محتاج تعلي صوتك، زي سيدنا زكريا كده: اذ نادى ربه نداء خفيا. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا اللي سيدنا زكريا قاله بالتفصيل. معنى ده ان صوت سيدنا زكريا كان واضح عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى السميع البصير الخبير العليم. انت مش متخيل جمال ربنا سبحانه وتعالى.